البلاغ هيبقى على حسب هل هو بيهدد سلامتي الجسديه بتهديد مباشر، ولا تهديد مثلا باساءه السمعه وحاجه ما فيهاش مساس بالجسد. لانه لو فيها حاجه في مساس بالجسد فانا هروح مكانين. لو انا في القاهره هروح العباسيه، اللي هي اكاديميه الشرطه القديمه، الاداره العامه لمباحث الانترنت، او اللي هي اسمها صحيح قطاع تكنولوجيا المعلومات. لو انا مش في القاهره هروح على اسم الشرطه، لانه اقسام الشرطه دلوقتي بقى عندها تعليمات مباشره انه حتى لو دي جريمه انترنت تستقبلوا البلاغ فورا لو في حاجه فيها تهديد بالقتل مثلا. طب ما فيش اي حاجه من الحاجات دي، هتروحي مديريه الامن اللي بطاقتك تبعها. بيكون في ضابط قاعد هو مختص جدا ومذاكر جدا، ودي شغلانته ان هو يفحص الحاجات الالكترونيه دي ويدور هو على الادله. بس اهم حاجه اكون واخده له حاجه واضحه، يعني واخده له كومنتس معينه احددها. عايزه اساعده بسكرين شوتس تمام، بس السكرين شوتس في الاخر لازم هو اللي ياخدها من على جهازه. يعني هو بيفتح الاكونت بتاعي من على الجهاز بتاعه، بسلم له اه. الباسورد والايميل او رقم التليفون، وهو بيفتح من عنده ويعاين. لو الواتساب بيربط الواتساب بالجهاز بتاعه ويفتح من عنده.